دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه كلنا بقينا بنظلم في بعض، بنحقد في بعض، بنحسد في بعض. مفيش رحمة في وسطينا، كلنا عمالين نضغط على بعضينا، كلنا عمالين ندوس على بعضينا. مفيش رحمة خالص، بنعمل حاجات ولا ترضي الرب ولا ترضي العبد. وبمعنى صح احنا بقينا بندوس على بعض بمعنى صح. حتى طبق الكلام ده في الشغل، تلاقي المدير عمال يضغط على اللي تحتيه، واللي تحتيه عمال يضغط على اللي تحتيه، وهكذا. وكلنا عمالين نظلم في بعض ومفيش رحمة خالص. طب المفروض احنا نعمل ايه علشان الدنيا تتحسن والدنيا يعني اللي احنا يبقى فيه رحمة شوية ما بين بعض، اللي يبقى فيه قبول ما بيننا بمعنى صح؟ المفروض يعني احنا نعمل زي ما ربنا قال لك. ربنا قال لك ايه؟ ومالك يوم الدين. يعني بمعنى صح يعني انت قال لي بني ادم يا اللي بتظلم، او يا بني ادم يا مظلوم، ربنا مش ناسيك. يا مظلوم ربنا هيجيب لك حقك في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا ان شاء الله ربنا هيجيب لك حقك في اسرع وقت، وفي الاخره كلنا هيبقى واقفين قصاد ربنا كلنا في سوا بعض. يعني الغني اللي معاه فلوس، اللي شايف نفسه اللي من منصب كذا، اللي من العيله فلانيه، انت اللي فقير اللي ما حلتكش اللضا، هتبقى في نفس المستوى قصاد ربنا. فما فيش حد يقدر يمنع حكم ربنا علينا يوم القيامة ان شاء الله، وفي الدنيا بإذن الله. اللي عايز اقوله لك بانك انت يا بني ادم اللي بتظلم، لما ربنا قال لك ومالك يوم الدين، ربنا عايز يفهمك حاجه. يا بني ادم اللي بتظلم، الحق ارجع لربنا، الحق خف تناكه، خف غرور، خف ظلم، خليك بني ادم رحيم، خليك بني ادم عندك رحمه، حس بغيرك، ما تدوس على غيرك. اتخيل، حط نفسك انت في موقف غيرك علشان تشوف نفسك هتستحمل نفسك ولا لا. ما تضغطش على غيرك، خليك بني ادم معنى صح، هون على نفسك وهون على غيرك. الدنيا قصيره ومش مستاهله ان احنا نضيق ونضغط على بعض ونحسد في بعض ونحقد في بعض. الدنيا قصيره، كلها يومين ثلاثه وهنودع ونسيب الدنيا باللي فيها ونسيب كل حاجه. فمثلا آية زي دي لما ذكرت في القرآن ومالك يوم الدين، أنا كبني آدم كيوسف المفروض لما أقراها أفهم إيه؟ أفهم إن ربنا بيقول لي يا يوسف، لو انت كنت شاطر في التعليم، لو كنت غني، لو كان معاك فلوس، لو كان معاك واسطة، لو كان كذا كذا كذا، كنت انت بني ادم مفيش زيك في الدنيا كلها. خليك عارف بانك انت في يوم هيجيلك وهتزنق فيه، ومفاتيحه معاك. ايه هو اليوم يا رب؟ اللي هو يوم القيامة. مفاتيحه ايه؟ ان انا ما احقدش على غيري، ما اضغطش على غيري، اكون بني ادم رحيم، وحاجات تاني كتير. بس مفاتيحه الحاجات دي بمعنى صح. انت اللي بني ادم اللي عمال تتنك، ومثلا البت اللي انت بتحبها لما مثلا قالت لك ان انت اتنكت على ابن عمي علشان انت ماسك تليفون اعلى منه، ايه لما تيجي تقول لك كده انت هتحط وشك في الارض ومش هتقدر ترفع وشك قصادها؟ ليه؟ هتبقى مكسوف من اللي انت عملته، تبقى بني ادم قليل الادب. تخيل بقى لما انت تيجي تقف قدام ربنا وربنا يقول لك ده انت اتنكت على اخوك علشان انت كان معاك حاجة وهي كانت مش معاك. ساعتها انت هتعمل ايه؟ هتحط وشك في الارض في جهنم على طول ومفيش كلام. ان شاء الله ما نخشش جهنم، وان شاء الله كلنا في الجنة. دي وجهة نظري، بانك انت اللي بتتنك، اللي شايف نفسك، اللي عمال تدوس على غيرك. اهدى شوية وخلي في رحمة في قلبك، وحس بغيرك، وحط نفسك مكان غيرك عشان شوف نفسك هتستحمل نفسك ولا لا. دي وجهة نظري، وانت حر في حياتك. كان معاك يوسف مؤمن.